السلام عليكم. المادة المظلمة هي مادة صار الفلكيون والفيزيائيون مقتنعون قناعة شبه مطلقة أنها موجودة، ولكننا لم نكتشفها لحد الآن، يعني لم نكتشفها بالمختبرات، لم نحدد ما هي هذه المادة بالذات. هذا الجسيم كتلته كذا، هذا لم يحدث لحد الآن. طيب كيف نحن مقتنعون؟ لأننا مقتنعون لأن لدينا الآن مجموعة هائلة من الأرصاد التي تبين لنا أن هذه المادة موجودة ومنتشرة في الكون بشكل كبير جدا، ولها تأثيرات يمكن رصد التأثيرات وإن كنا لم نكشف عن هذه المادة بالذات. ما هي هذه التأثيرات؟ أولا، هذه المادة تسمى مظلمة لأنها تتفاعل جاذبيا فقط، لها كتلة، أكيد لها كتلة ما دامت مادة، ولكن لا تتفاعل ضوئيا، يعني لا تشع أي ضوء سواء كان مرئي أو غير مرئي، ولا تتفاعل كهرومغناطيسيا، ولو كانت كهرومغناطيسيا لكانت انطلق منها ضوء أو امتصت الضوء. لا تتفاعل مغناطيسيا معناه أنها ليست مكونة من مركبات مشحونة، ليست مكونة من ذرات، يعني بروتونات وإلكترونات، أنوية، مشحونة موجب مشحونة سالب، ليست مكونة من هذه المادة. لذلك هي يفترض نعتقد أنها مصنوعة من مادة غير معروفة عندنا، ليست من المادة العادية من ذرات وجزيئات وغير ذلك، لكن لها كتلة، وبالتالي هذه الكتلة تؤثر جاذبيا على كل ما حولها. في أول ما تم التفطن إلى هذه المادة كانت في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. كان هناك علماء مثلا ياكوبوس كابتاين معروف الهولندي الذي هو اكتشف لنا دوران المجرة حول نفسها، ويان أورت معروف سحابة أورت، هذه المذنبات الموجودة في المنطقة الخارجية للمجموعة الشمسية. ثم كان عالم آخر فريتز تسفيكي هذا السويسري كان يقيس حركة المجرات بالنسبة لبعضها البعض في ما يسمى بمجموعات المجرات أو عناقيد المجرات، ووجد أن حركات هذه المجرات يعني حركاتها تدل على كميات من المادة من جاذبية أكثر بكثير مما يرى. يعني عندما نرصد المجرات أو نرصد النجوم يمكن من خلال كمية الضوء الذي ترسله ممكن نستنتج كمية المادة التي فيها، ما هي كتلتها حتى تشع لنا هذه الكمية من الضوء. ولكن من حيث التأثير الجاذبي، من حيث الحركات لهذه النجوم في المجرة، في دوران المجرة أو المجرات بالنسبة لبعضها البعض، تبين أن التأثير الجاذبي أقوى بكثير مئات المرات مما نفترض من ما يجب أن يوجد من حيث الضوء الذي نقيسه من هذه النجوم أو هذه المجرات. وكان فريتز زفيكي هو في الثلاثينيات أول من أشار أو اقترح صرح بوجود مادة مظلمة دارك ماتر، قال هي موجودة. ثم توالت القياسات في الستينات والسبعينيات، قياس دوران النجوم وكيف تدور حول المجرة أو في المجرة حول مركز المجرة هكذا. هذا الدوران تبين لنا من خلال سرعات دوران هذه النجوم أن يفترض أن ما دامت المادة في المجرة مركزة معظمها في الوسط، في قلب المجرة في المركز، فإذا كان لدينا نجم هكذا على بعد ما، فيفترض أن هذه المسافة تجعله يدور بسرعة أقل، وإذا كان أبعد من ذلك فسرعته يجب أن تكون أقل حتى، وهكذا. يعني السرعة تتناقص مع المسافة. ولكن ما وجدناه، وسيظهر لكم الرسم البياني لسرعات النجوم في المجرة حسب المسافة، هو أن هذه السرعة تبقى هي نفسها. يعني النجم هذا أبعد وأبعد، ولكن تبقى كل سرعاتها متحركة بنفس السرعات هذه. وهذا دليل، قال العلماء، لا يوجد تفسير لهذا إلا أن هناك مادة أخرى في هذه المنطقة، أن المادة في المجرة ليست كلها موجودة فيما نرى في المركز، هذه المادة المشعة، ولكن المادة المظلمة غير المشعة منتشرة بشكل كبير في المجرة. وفي الحقيقة هي منتشرة في كل مكان، ولكن كمية توزيعها في الكون تجعل أن آثارها لا تظهر إلا على المسافات الكبرى، أي بين النجوم داخل المجرات وبين المجرات فيما بينها. لازلنا إلى الآن نبحث عن ماهية هذه المادة، لازلنا نبحث في المختبرات،
ونحاول الكشف أو إنتاج مادة تظهر بمواصفات مختلفة عن المادة العادية ولم نجد، ولكن سيكون هذا أحد أهم المواضيع المطروحة على الفيزياء والكونيات وفيزياء الفلك في القرن الواحد والعشرين. ما هي الطاقة المظلمة الآن؟ غير المادة المظلمة، الطاقة المظلمة. الطاقة المظلمة هذا مصطلح وفكرة ظهرت لنا في أواخر القرن العشرين، بالضبط سنة 1998 عندما اقترب القرن من النهاية. ظهرت لنا هذه الفكرة الثورية جديدة جدا، أن هناك طاقة مختلفة تماما تسمى طاقة مظلمة. بالمناسبة لفظ مظلم هذا هنا مثلا الطاقة المظلمة يشير إلى أننا لا نعرف تقريبا أي شيء عن ماهية هذه الطاقة. طيب كيف تفطنا إلى وجودها ولماذا اقتنعنا أنها موجودة؟ لأن سنة 1998 ونحن نقيس سرعات تباعد المجرات، توسع الكون، وجدنا أن توسع الكون هذا الآن في الآونة الأخيرة، في الملايير الأخيرة من السنوات، هو في تسارع. يعني هناك ليس فقط توسع، التوسع في تسارع، يعني تزداد سرعته مع مرور الزمن. طب لكن هذا شيء غريب، كيف يعني أي شيء يحتاج، أي شيء تسارع يحتاج له طاقة دفع. يعني أنت إذا عندك سيارة وحاولت تسريع سرعة السيارة هذه، يجب أن نضغط على البنزين، يعني يجب أن نعطي دفع طاقوي. فقال العلماء لا شك أن هناك طاقة منتشرة في الكون، هذه الطاقة تؤدي إلى دفع الفضاء نفسه، كما شرحنا في حلقة الانفجار العظيم وتوسع الكون، أن هذا التوسع هذا هناك طاقة تدفع الفضاء. الفضاء هو الذي يتوسع، ليست الأجسام التي تتحرك، الفضاء هو الذي يتحرك هكذا ويحمل معه كل هذه المجرات والنجوم والأجسام. هذا الفضاء نفسه فيه طاقة تدفعه هكذا. كيف هذا الفضاء هذا فيه طاقة؟ ما معنى هذا الكلام؟ قالوا لأن الفضاء هذا وهو يتوسع مثل البالونة وهي تتوسع هكذا، يزداد الفضاء والفضاء نفسه يحمل طاقة. لماذا يحمل الفضاء طاقة؟ قالوا لأن هناك جسيمات، هذه الجسيمات التي لا تظهر لنا بالعيان ولكن موجودة، وتنطلق هكذا وتعود تنهار على نفسها. كيف هذا؟ يعني هناك إمكانية إطلاق جسيمات من فضاء ليس فيه طاقة، لأن الطاقة هذه تكون صفر ثم تنطلق فهناك طاقة. قلنا هذا خرق لمبدأ حفظ الطاقة، نعم، لكن خرق مؤقت، وهذا مبدأ الارتياب لهايزنبرغ يسمح بهذا. إذا كان هناك ظرف قصير جدا دلتا تي قصير جدا، فيمكن لنا أن يكون هناك خرق للطاقة دلتا إي قصير جدا، ما دام هذا الدلتا إي والدلتا تي يحققان مبدأ أو معادلة هايزنبرغ. طيب وإذا كان عندنا هذه الطاقة تطلق لي هذه الجسيمات، فهذه الجسيمات الموجودة في الفضاء، الموجودة في الفراغ حتى، هذه تعطي للفضاء هذه الطاقة الضمنية الموجودة فيه هذه، وبالتالي تدفعه للتنافر، لابتعاد الفضاء عن بعضه بعضا، وهذا الذي يجعل الكون يتسارع في توسعه. هناك أفكار أخرى مقترحة، وهي أن هناك ربما مجال مثل المجال الكهرومغناطيسي أو المجال الجاذبي. هناك مجال آخر جديد غير معروف في الفيزياء، مقترح الآن عند الفيزيائيين، يسمى كوينتسنس. هذه يعني الجوهر الرقيق، هكذا كلمة كوينتسنس، يعني الجوهر الرقيق، مجال هكذا خفيف رقيق منتشر في الفضاء، وهذا لم نكشف عنه لحد الآن، لا نعرف عنه الكثير، وهو جاري الأبحاث في هذه الأفكار. ممكنة ربما هذا الذي يجعل هذا الفضاء يحمل هذه الطاقة المظلمة، وهو الذي يؤدي بهذا التسارع في التوسع. آخر مقترح موجود عندنا هو أن ربما نظرية النسبية العامة لأينشتاين، وهي نظرية الجاذبية العامة للفضاء والكون، ربما تحتاج شيء من التعديل. هذه فكرة مطروحة عند بعض الأوساط، ولكن ليست رائجة كثيرا، لا يأخذ بها معظم الفيزيائيون، وإنما أردت ذكرها للعلم فقط. آخر نقطة أن هناك شيء آخر عند الفيزيائيين يدعى الإشعاع المظلم. قالوا عندكم أنتم كل شيء مظلم. ما هذا الإشعاع المظلم؟ ما دام هناك مادة مظلمة، هذه المادة المظلمة كيف تتفاعل فيما بينها؟ قلنا هذه لا تتفاعل كهرومغناطيسيا، لا تتبادل فوتونات إلى آخره، ربما تتفاعل عن طريق
إشعاع مظلم من نوع مختلف تماما عما نعرف. يعني مثلا هناك شيء مقترح يسمى ستيرايل نيوترينو، النوترينو العقيم، هكذا عقيم لأنه لا يتفاعل كهرومغناطيسيا وعن طريق التفاعل الضعيف، ولكن يتفاعل ربما عن طريق هذا التفاعل المظلم هذا، ويكون هناك إشعاع مظلم. المهم هذه الأفكار أردت فقط إعطاكم فكرة عن ما يتداول الآن. هذه الأبحاث الفيزياء في القرن الواحد والعشرين، هذه المادة المظلمة، هذه الطاقة المظلمة، هذا الإشعاع المظلم الذي يبدو أن الكون فيه أشياء عجيبة غريبة جدا لم نكتشفها. كلما اكتشفنا كلما وجدنا أشياء تنتظر الاكتشاف، وإن شاء الله ستكون هناك اكتشافات هامة في المستقبل، ربما القريب أو البعيد. شكرا لكم على المتابعة.